طيب يا حلوين، بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة طبعا يوم جميل ولذيذ، والناس بتنتظره من العام للعام. وفي ذكرى دايما بتتكرر مع مثل هذه الأيام، والناس بالذات اللي حضرت معايا وعي إبراهيم تعمقنا شوية في فكرة التضحية وحاجات زي كده. بس خلينا النهاردة نتكلم فيها بصورة أوسع شوية. فكرة إن التضحية أو فكرة الأضحية أو فكرة إن إحنا بتيجي علينا السيزونز ديت، يعني وقت كده عرفة وموسم الحج ومثل هذه الأوقات بيبقى عندنا حالة كده من الروحانيات والإيمانيات، ونفسنا إن كل حد ربنا عز وجل يستجيب له، وكل حد نفسه في حاجة تحصل. بس خلينا نشوف الموضوع من زاوية أوسع شوية. بمعنى يعني طبعا مش تقليلا من شأن الشعائر وأهمية هذه الشعائر ومثل هذه الأمور اللي احنا بنعملها، كل ده كلام جميل ورائع. ولكن خلينا نشوف يعني ايه أصلا حد يبقى في وعي إنه يضحي. يعني ايه إن أنا أضحي أصلا، وات ايفر بقى شكل التضحية دي عاملة ازاي. لأن فكرة التضحية دايما بتتباع على إنها فكرة سلبية، وإن المفروض إن أنت ما تضحيش. اوكي. او ان حد دايما بيلعب التكنيك ده بطريقة فيها مثالية شوية، فبيبدأ يشد لواقعه الناس اللي بتستغله، سواء بقى اللي بيشدهم يستغلوه دول كانوا كائنات من البشر او من الكائنات الاخرى، او ايا كان كل حد في انهي عالم. المهم ان الوعي ده نفسه، وعي ان انا اكون بضحي، محتاج حكمة، ومحتاج نشوفه من زاوية واسعة شوية، بحيث اني لما اقرر اني اضحي ابقى فاهم يعني ايه بضحي. الاصل في التضحية اني انا بترك شيء عشان ارتقي لشيء. اوكي. ففكرة اصلا ان يكون في عندنا حاجة اسمها ان احنا بنضحي، مش معناه ان انا بضحي علشان استمرار شيء. خلي بالكم، معظم التضحية بتطلع من عند الناس من الوعي ده. خليني اضحي علشان الحياة تمشي، خليني اضحي علشان احافظ على اللي موجود. ولكن مش ده الأصل في التضحية للأسف. الطاقة دي بتبقى طالعة من حال إن أنا رافض شيء، وبقرر إني آجي على نفسي وأختار إني أنا الأقل في هذه المعادلة. فاللي بيحصل إني بوصل طاقة ووصل ذبذبة للي حواليا إن أنا الأقل، وإن أنا اللي بضحي، وإن أنا اللي دائم التنازل. فأهلا وسهلا بالمستغلين، فليأتوا فليأخذوا طاقتي. وبعدين أنا هروح أشحن من أي مكان تاني عشان أرفع طاقتي، علشان يستمر طاقة الاستغلال بشكل أو بآخر. ده ملوش أي دخل بالوعي الأوريجينال أو الوعي الأصلي أو الوعي اللي المفروض يكون عليه حال التضحية. إن أنا أضحي بمعنى إني أتنازل بوعي عن شيء لا يخدمني، لا يناسبني، وأنا متصالح معاه وأنا في سلام معاه، مش أنا رافضه. معلش يعني ركزوا معايا في كل كلمة بتتقال، علشان احنا ساعات بنعمل كده. ايوه خلاص انا قررت اني ابطل شيء معين، بس انا ببطله ووقفه من وعي ان انا رافض هذا الشيء. الشيء اللي بنرفضه هنعيده، الشيء اللي احنا بنقاومه هنعيده، لغاية لما نتصالح معاه. الأصل في هذا الكون إنه مصمم على قانون السلام، وله أسلم من في السماوات والأرض. الأصل في الكون إن مفيش إيجابي وسلبي بمعنى حلو ووحش مع وضد. ده الأصل. ولكن في برمجة ما حصلت خلتنا دايما بنشوف إن اللعبة عبارة عن أنا عايز كده وبكره وبرفض كده، فهفضل في سايكل لا نهائية. اللحظة اللي بقدر أحترم بيها إن الكون مصمم، إن الخلق مصمم، إن عالم الأشياء مصمم على الضدين. والضدين مش بس معناها الحلو والوحش، الضدين معناها الحاجة وعكسها. علشان أي شيء يستقيم في الحياة لازم يبقى موجود فيه الحاجة وعكسها، ولا قبل لأحد إنه يعرف يغير الحاجة وعكسها. سيظل طول الوقت الحاجة وعكسها موجودين، هيظل طول الوقت الليل والنهار موجودين، هيظل طول الوقت الإيجابي والسلبي موجودين، الأبيض والأسود موجودين طول الوقت طول الوقت. والشخص الواعي أو الشخص اللي على درجة معينة من الحكمة، اللي بيعرف يشوف الخير في الضدين. وده محتاج مننا درجة من السلام ودرجة من الوعي، علشان ما يبقاش الموضوع يعني مش مثالي، هو الموضوع يعني حقيقي. بمعنى
يعني احنا مثلا ممكن نشوف ان النفع هو شيء ايجابي وشيء جميل، ولكن الضرر هو شيء سلبي ولا بد ان نكرهه ونلفظه ونبعد عنه وما نعملهوش. صح في مستوى وعي، بس في مستوى وعي اوسع الضرر مهم ومفيد. يعني لو جينا مثلا، ما اعرفش كانت الثقافه دي موجوده ساعات بالذات في بعض الاماكن في مصر، يعني ما اعرفش موجوده في بلدان تانية ولا لا، ان بيبقى مثلا الناس اللي عندها فيلل معينه بتتعرض لسرقات او حاجه زي كده، يجوا يكسروا ازاز ويحطوه على الجدران بتاعه الفيلل بتاعتهم او القصور او whatever، او حتى بعض المباني الهامه اللي مش عايزين حد يتسلق انه يدخل عليها، فبيحط او بيحط اسلاك شائكه او بيحط يكهرب السوق او وات ايفر. فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان لو جه حد حب انه يتجاوز هذه المساحة بيحصل له ضرر. فاللي عامل الشيء ده هو متعمد احداث الضرر. بس في نفس الوقت من زاوية اوسع، لو هو ما عملش كده هو هيسمح لشيء انه بيتجاوز حدوده. بس انا مش هعرف اكون في الوعي ده طول ما انا رافض الفكرة نفسها. ففي فرق ما بين ان انا قاعد بخطط ازاي اذي البشر، واني متصالح مع الفكرة نفسها. يعني ان في بعض الناس يقول لك انا بكره الليل، فمش معنى ان انا مثلا بكره الليل وبحب النهار، او انا كائن نهاري او انا كائن ليلي، فالكون هيقول له اه صح معلش احنا اسفين جدا ان الاستاذ فلان الفلاني بيحب الليل فهنلغي الليل، خلاص هنشيله من المنهج. مش هيحصل. الحل اني انا اللي اتعلم واتصالح ان كل شيء له مكان وله وجود من الصورة الكبيرة. ولكن علشان يحصل لي عملية ارتقاء لأعلى، محتاج أتنازل بوعي وإدراك لأهمية هذه الأشياء عن كل ما هو أصبح لا يخدمني. مش عايز أقول عليه كلمة إنه وحش أو إنه سلبي أو إنه لأ ما ينفعش إنه يكون موجود في حياتنا. أنا بتنازل عنه، أنا بضحي بيه علشان طاقتي تبقى أخف، فيحصل لي عملية ارتقاء لأعلى، عملية ارتقاء لمدارات جديدة، عملية ارتقاء لوعي جديد. فكرة إن إحنا عايزين نحافظ على كل حاجة. الناس أصحاب نظرية تاخد دي ولا تاخد دي كله. طب عايز دي ولا دي؟ لا كله. أنا عايز كله، أنا عايز كله، أنا عايز كله. أنا مش عايز أتنازل عن أي حاجة، أنا عايز أكسب بس. أنا مش عايز أخسر في أي حاجة خالص. انا عايز اتحب وعايز اتشاف وعايز يبقى معايا فلوس وعايز ابقى غني. هل معنى الكلام ده غلط؟ لا، هذا الكلام مش غلط ومش صح. بس هل انا جاهز وعندي مساحة اني استقبل كله؟ لو انا مش جاهز اني استقبل كله وما عنديش من الكباستي اني استقبل كله، اللي هيخش عليا هيبوظ لي واقعي. اللي هي فكرة ان احنا عايزين نتفس علاقة زيادة في حياتنا، عايز أتفس بيزنس تاني في حياتي. أنا ما عنديش الكباستي ليه. طيب أنا عايز يبقى عندي حاجة تانية في حياتي، محتاج أتنازل عن حاجة لا تخدمني وأنا متعلق بيها، وكل سبب وجودها في حياتي إن أنا متعلق بيها فقط. تاني، التعلق مش معنى غلط. اوكي انا عارف طبعا التعلق حاجه وحشه، بس يعني خدوا مني وارموا او اكسبوا، او يعني شوفوا اللي انتوا عايزين تعملوه. التعلق بطريقه ما، ان انا استقي في حته، ان انا عالق في حته، احيانا ده مهم. كل ما اقدر اكون في سلام اكثر، كل ما اكون في وعي السلام اكثر، كل ما اكون متصل باسم الله السلام اكثر، هبدا اشوف ان كل شيء مصمم انه يفيد، ان كل شيء معمول بطريقة انه يخدم. ولكن لما يكون عندي هذه السعة، فانا ممكن احتاج اني ابقى عالق شوية في مرحلة ما في حياتي، لاني مش جاهز اتطور درجة اكبر، مش جاهز اني او لسه ما استفدتش كل الوعي اللي محتاج احصل عليه عشان ارتقي درجة كمان. ولو استعجلت على نفسي وارتقيت مساحة اكبر من امكانياتي الحالية، هيحصل لي خلل عشان يرجعني للمساحة دي، لاني لسه ما خلصتش الجيم هنا، لسه ما اتعلمتش الدروس اللي محتاج اتعلمها هنا. فلما بتصالح مع الضدين واقرر اتنازل عن حاجة بوعي، النتيجة يا جماعة ان احنا بيبدأ يحصل جوانا حالة من الطمأنينة العالية. طمأنينة إن مفيش حاجة
بطريقة ما وحشة أو مضرة. هي بطريقة ما بصورة كبيرة جاية تخدمنا، مش كشكل من أشكال المسكنات اللي أحيانا بنستخدمها علشان يعني نطبطب على نفسنا، نقول معلش هو كل اللي بيحصل خير، الحمد لله إن جاتش أكتر من كده. الكلمة صح، بس لو هي طالعة من حال إن أنا بريزست، أو طالعة من حال عشان عايز بس أسكن حاجة جوايا، هتقعد تتكرر القصة دي كل شوية في حياتنا. فاللي عايز أقوله إن أحد الحاجات المهمة في الحياة إن لما أقدر أتصالح مع هذا الوعي وأشوف إن كل شيء الله عز وجل خلقه وخلى ليه مكان، هو بطريقة ما جاي يخدمنا وجاي يفيدنا، وأعلى ناس استفادة من كل حاجة في الحياة هي أكثر الناس سلاما وطمأنينة. اللي هو قادر يستقبل الداتا اللي ربنا بيوصلها، قادر يستقبل الأحداث الإيجابية والسلبية، وحتى لو انا باللوجيك لسه مش فاهم، بس في حاجة جوايا مطمناني ان كل اللي بيحصل سيعمل لصالحي. عندنا آية عجيبة جدا في القرآن، ربنا بيقول لنا وقلبوا لك الأمور. احنا دايما عندنا وعي ان الحاجة تتقلب، يعني يقول لك ده الموضوع هيتقلب على دماغنا وعلى دماغ اللي مش عارف مين، اوكي. لكن قلبوا لك الأمور يعني الدنيا بتتقلب لك، الأحداث بتبوظ علشان تتصلح لك، الكون زي ما بيقولوا بيتآمر لخدمتك. ولكن لما بقدر أكون عندي سبيس وعندي مساحة وعندي ثقة إن مفيش حاجة غلط، إن مفيش حاجة كان المفروض تتعامل أحسن من كده، أوكي. ماشي إن إحنا بنتدرج وبنتطور، بس كل اللي بيحصل في أي توقيت في أي لحظة هو في العمق الكبير جدا جدا هو صح، بس أنا اللي مش جاهز أفهم أو مش جاهز أستقبل. وفكرة إن الحاجة، قلت يمكن المعلومة دي أكتر من مرة بس خليني أقولها تاني، مفيش حاجة اسمها الوقت الصح بمعنى التايم. يعني الحاجة بتحصل في الوقت الصح ده كلام صحيح، ولكن مش معناها إن بتحصل لما يبقى عندي 20، يبقى عندي 30، يبقى عندي 70. لأ، هي بتحصل في الوقت الصح، هو الوقت اللي أنا جاهز فيه للاستقبال. ملاش دخل بالتايم بتاعي، ملاش دخل بالسن بتاعي، ليها دخل بدرجة جاهزيتي. فأنا ليه لسه لم تتدفق لواقعي العلاقات الصحية؟ لأن أنا لسه مش جاهز. خلي بالكم من اللي هقوله. فكرة إن أنت السبب، خليني أوسع معاكم المعنى شوية النهاردة، إن شاء الله برزقنا واسع مع بعض. أنت السبب دايما بتتقال من مساحة التقصير أو التأنيب، أو إن أنا حتى لو وصلنا لشوية بعض المراحل من الوعي، إن بقول إن أنا السبب علشان يعني كان المفروض أعمل غير كده، حتى لو ما عنديش تأنيب. فبقول أنا السبب عشان أتحمل المسؤولية وأبدأ أغير واقعي بشكل أو بآخر، أوكي. ولكن خليني أوسع معاكم المعنى شوية. أنت السبب لكل نتيجة، بمعنى لما أقدر أفهم إن، يعني لما بنقول مثلا تدعي ربنا فربنا هيديك أسباب فتمشي وراها، أو إن كل شيء ليه أسباب، في العمق الكبير جدا أنت السبب نفسه. يعني كل حد فينا هو السبب نفسه لإحداث أي نتيجة في الواقع. فلو قدرت أكون أنا السبب وافهم يعني ايه الحاجات اللي محتاجة تتطور فيا عشان اشوف نتائج مختلفة في حياتي، ولما تحصل نتائج معينة في حياتي ما اشوفش ان دي حصلت يعني بسبب حاجات تانية، لا، هو انا السبب الوحيد والحصري لكل النتائج، بس مش من حال تأنيب. ممكن يكون الكلام معلش غريب على البعض او كبير او صغير ايا كان، خدوا ما يناسبكم وارموا ما لا يناسبكم. اللي انا عايز اقوله ببساطة إن نقدر نتعلم واحدة واحدة إن كل اللي بيحصل بطريقة ما هو جاي علشان يخدمنا، حتى لو كان شكله مش متناغم مع البرمجة بتاعتنا، مع الأفكار اللي اتبعت لنا وماسكين فيها بشكل أو بآخر. بس هو بالصورة الكبيرة يريد الله بكم اليسر. بس العسر جاي من المقاومة بتاعتي، العسر جاي من الرفض بتاعي. والعسر شخصيا مش حاجة وحشة، العسر هو الشيء اللي بيخليني جاهز لليسر. بمعنى، يعني أنا مثلا دلوقتي عشان أنتقل من وعي لوعي، من حالة لحالة، من ذبذبة لذبذبة، من مدار لمدار، في مجهود محتاج أبذله. علشان أوصل بجسمي لشيب غير الشيب اللي موجود عليه، محتاج في مجهود معين أبذله.
دي مساحة العسر اللي محتاج أعملها، بس مش معناها إنها وحشة. هي بتوصلني لدرجة تانية من اليسر، وعشان أنتقل لدرجة أخرى من اليسر بمر على بعض العسر في حياتي. فالعسر بالصورة الكبيرة برضو مش معناه الوحش. العسر هي محطة التدريب اللي محتاج أشتغل عليها، المهارات اللي محتاج أكتسبها، الوقت اللي محتاج أقضيه، التدريبات اللي محتاج أعملها عشان أسكن مساحة جديدة في حياتي ويحدث فيها يسر. عشان كده دايما إن مع العسر يسر، الاتنين في معية بعض. سيجعل الله بعد عسر يسرا في آية تانية، فأنت محتاج تمر على العسر بسلام عشان تلاقي اليسر مستنيك. فالاتنين طول ما أنا قادر أفهم إن الكون مصمم بهذه الطريقة، القبض والبسط، اليسر والعسر، الإيجابي والسلبي، فأنا مش عايز أرفض الشيء اللي اسمه سلبي على أمل إني أوصل للإيجابي. أنا عايز أعيش بالاتنين، عايز أفهم إن الاتنين جايين يخدموني، ولكن علشان يحصل لي درجات من الارتقاء محتاج كل مرحلة في حياتي أتنازل عن بعض الداتا اللي كانت بتخدمني في المرحلة دي عشان أرتقي لمرحلة تانية. ده وعي اسمه إن أنا بضحي، بتنازل، بسيب هذا الوعي، بسيب هذه المعلومات، بسيب الجزء ده زي الصاروخ كده اللي بينطلق بيبقى فيه جزء لازق فيه، هو مهمته يوصله لحتة معينة بس مش هيكمل معاه، هو هيسيبه وهو هيكمل عشان يسكن مدار معين ويبدأ يطوف فيه وكل في فلك يسبحون. كل ما ابقى واعي على الفكرة دي محتاج أسأل نفسي دايما سؤال: الحتة اللي أنا عايز أوصل لها إيه اللي مانعني إن أنا أوصل لها؟ إيه اللي موقفني؟ فهلاقي دايما اللي موقفني حاجات أنا ماسكها من العالم القديم، او من الوعي القديم، او من الوعي اللي انا كنت عليه، ومش بقول انه غلط بس هو ده اللي كان مناسب مرحلتي. بس لما عايز ادخل وعي تاني محتاج اكتسب حاجة تانية واسيب حاجة من اللي انا كانت موجودة معايا بسلام. انا مش بسيبها لانها وحشة، انا بسيبها لسكان هذا الوعي. بس لما بنتقل من الوعي ده بروح لحتة تانية. نقول مثال: الشخص لما بيقرر ينتقل من بيت لبيت، حد دلوقتي ربنا كرمه بشكل أو بآخر وجاب بيت جديد، اشترى بيت جديد، فببدأ أشوف الحاجات اللي كانت موجودة عندي في البيت القديم اللي أنا فيه، مش لأنه وحش ولا إني رافضه ولا إني كارهه، لا خالص، أنا بيحصل لي ارتقاء. بس مش باخد كل حاجة وأحطها، في أشياء ببدأ أتنازل عنها، وفي أشياء ببدأ أتصدق بيها، وفي أشياء ببدأ أبيعها. الأشياء دي لما بتروح لناس معينة بتبقى مستمتعة بيها جدا، بس هي بالنسبة لك وبالنسبة لك ممكن تكون خلاص هي خلصت وقتها معايا. اللي ما عندوش الوعي ده اللي هي فكرة التنازل أو التضحية بحكمة بيعيش في كراكيب، كراكيب مادية، كراكيب ذهنية، كراكيب طاقية، فأنا طول الوقت مسحوم متشتت. أول ما ببقى في هذا الوعي وأقدر أتنازل عن أشياء واسيبها تروح لسكانها الأصليين، يعني الشخص ده لو خد قطعة الملابس دي هيبقى مبسوط جدا، بس أنا سايبها ليه؟ أنا سايبها على أمل إني أخسلها أو أتخلها، أوكي؟ بس هي أصبحت غير مناسبة ليه، أو أنا سايبها علشان هي ذكرى من أمي الله يرحمها، أو من أبويا الله يرحمه، أو من جدتي، أو من وات إيفر، أوكي؟ هي بتخدمني، هي لا تخدمني. لو الوعي ده كتر كتير كتير، أنا مش ضد إن إحنا يبقى عندنا ذكريات طبعا، ولكن لو اصبح الشيء ده ضاغط على حياتي، ان في بعض الناس، انا قابلت ناس في القصه دي بيشتروا بيوت لذكرياته. يعني هو ممكن هو ما يجيبش بيت عشان يسكن فيه، هو بيجيب بيت تاني او بيجيب مساحات اكبر علشان يخزن فيها. ده هو الانتقال بتاع هذا الوعي بيبقى في حمل كبير ان انا ما اقدرش اتحرك، انا ما بعرفش انتقل، في حين ان احنا ببساطة جدا اللحظة اللي بننتقل فيها من التجربة الارضية بنسيب كل حاجة، كل حاجة تماما يعني، ومفيش اي حاجة بناخدها. فكل ما ابقى مرن انف، بس انا مش بسيبها لانها وحشة، انا بسيبها لانها مهمة للناس اللي لسه ساكنة في الارض. ولما بنتقل لمساحة تانية في حاجات تانية محتاجة تنتقل معايا. فكل ما أقدر أضحي ببعض الأشياء اللي موجودة في واقعي بحب
برغبة في إنها تفيد ناس تانية وعي تاني إنه يطوروا ويوصل لمرحلة جديدة. لأني بعد شوية لما هوصل لمرحلة جديدة في حياتي واكتسب وعي معين وداتا معينة، وعايز انتقل بعد كده لحاجة تانية، هلاقي نفسي إني عايز أسيب حاجات عشان انتقل لحاجة تانية. يعني اديكم مثال بسيط كده بالذات للناس اللي ليها في البيزنس يعني او حاجات زي كده. لو قلت لكل حد فيكم حط الرقم اللي بيدخل لك شهري اسبوعي ايا كان كل حد حياته ماشيه ازاي، نقول شهري مثلا، الرقم اللي بيدخل لك في الشهر، نفترض ان في حد بيدخل له اكس 1110، اوكي، وقلت لك الرقم ده لو ضربناه في اتنين، اوكي، ازاي توصل ان دخلك يبقى 2 اكس؟ بدل ما كان 1000 بقى 2000، بدل ما بقى ما بيدخل لك 5 بقى 10، بدل ما بيدخل لك رقم هنضربه في 2. الوعي بتاع لما هفكر في المساحة دي هفكر ازاي ابذل مجهود اكتر في نفس التكنيكس اللي انا اعرفها، في نفس الطرق اللي انا بعملها. لكن لو قلت لك الرقم بتاعك ده لو هو اكس هنضربه في 10 او 20 اكس، بدل ما انت بيدخل لك 1000 ازاي يدخل لك 100,000 مثلا. هل ده ينفع يحصل؟ ينفع يحصل، بس مش هينفع يحصل بنفس الوعي ده. انا محتاج اغير التكنيك كله اللي بشتغل بيه، محتاج اغير الافكار اللي انا بشتغل فيها، محتاج اضحي بالداتا ديت لسكان اكس و2 اكس، وابدا اتبنى وعي وافكار ومهارات بتوع 10 اكس. لان هي القصة في الاخر كل ده بقى احطه في اي مساحة وعي. فلما نقول نضحي، بمعنى إنك تتنازل عن أشياء أصبحت لا تخدمك، وتتنازل عن أفكار أصبحت لا تخدمك، وتتنازل عن علاقات أصبحت لا تخدمك، أو تعيد تغييرها في حياتك بشكل أو بآخر، وتعمل ده بسلام وبحب مش برفض. لأن لو عملت ده برفض بكره هرجع تاني أعيد التجربة دي. لما بنوصل للحتة دي ببساطة ببدأ أشوف بصورة كبيرة إن كل حاجة بتحصل في حياتنا هي مش جاية ضدنا، هي جاية تخدمنا. يعني مثلا في قصة نوح عليه السلام، الناس اللي خدت معايا وعي الأنبياء، بس لسه ما وصلناش لوعي نوح، إن شاء الله ربنا يبارك في الوقت ونعمل حاجة لوعي نوح. وعي نوح إيه اللي حصل؟ إن كان في طوفان حصل، فالصورة العادية تقول إن ده شيء سلبي، ده شيء وحش، ده شيء مضر، اوكي، ان الارض بتطلع ميه والسماء بتنزل ميه فاحنا بنغرق، حصل فيضان، حصل طوفان. بس في نفس ذات اللحظة في حد هذا المياه اللي نازلة من فوق وتحت كانت تعمل لصالحه، حملته بعيدا عن الإيذاء اللي بيحصل في نفس التوقيت. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. يعني حتى اللي احنا شايفينه عشوائي هو مش عشوائي، هي مش بتمطر ولا بتشتي عشوائي، هي الأرض ما طلعتش المية عشوائي، هي اتفتحت أبواب السماء والأرض فتحت العيون بتاعتها فالتقى الماء على امر قد قدر. يعني كمية المية مقدر، الكمية دي انت شايفها من زاوية ارضية، من وعي معين، ان ايه ده كل العواصف وايه كل بس هي مقدرة لحكمة، بس انت استرخي معاها. وفي نفس الوقت هي بتعمل لشريحة معينة حاجة ولشريحة تانية حاجة، هي دي بتغرقهم ودي بتحملهم. وفي نفس ذات اللحظة في نفس التوقيت في دعوات من أصحاب السفينة، يا بني اركب معنا، قال له لا مش هركب معاك. فمتاح إنك تستخدم الإيجابي والسلبي لصالحك، ومتاح إنك تستخدم الإيجابي والسلبي ضدك، بس الأصل إن كل شيء مسخر لخدمتك. ولكن لما أبدأ أفهم إن في إله عظيم وراء هذه المنظومة، وإن مفيش يعني نية مبيتة وأجندة مبيتة إن إحنا عايزين نطلع عين الناس اللي على الأرض دي ونبهدلهم ونعلمهم الأدب، قصة مش كده خالص. إحنا في رحلة ارتقاء، وعشان أتناغم مع الرحلة دي وأبقى مرن إنف محتاج أكون في سلام مع الضدين، وفي نفس الوقت أسمح لنفسي إني أتنازل عن أشياء. الحاجات المهمة اللي محتاج أتنازل عنها، وده هنعملها بعد قليل إن شاء الله في تمرين كده مديتيشن مع بعض، ان في طاقات
ساكنة فينا واحنا ما سيبناهاش، مكملين بيها. يعني مثلا مواقف مرينا عليها في فترات معينة في حياتنا، فأنا كنت حزين، كنت مجروح، كنت مصدوم، حصل لي كذا، وحبست الطاقة دي جوايا، وعندي نية إني أتحسن، وعندي نية إن أكون أحسن. أوكي، بس هتحدث أحداث الهدف منها مش تضايقني، الهدف منها تلمس الحتت اللي وجعاني، علشان الأصل إني أكون مسلم لله رب العالمين، وإن أسيب الداتا تخرج. والله مخرج ما كنتم تكتمون. ان اللي مكتوم يخرج، فيحصل لي عملية الارتقاء. فالحاجة دي مش جاية، فالدكتور اللي بيضغط على الألم هو مش عايز يقول لي أنا جاي أوجعك، هو بيقول لك انتبه من فضلك، في ألم عايزين نحط عليه المرهم بتاعه ولا وات ايفر عشان يدخل حالة التشافي. بس طول ما أنا مش عايز أظهره، هتبدأ تحصل حاجات تلمسه علشان تقول لك في حاجة هنا، من فضلك ابدأ عالجها. فاللي عايز اقوله ببساطة ان احنا عايزين نبدأ نفهم ان الايجابي والسلبي اللي بيحصل لي، الايجابي جاي يقول لي برافو عليك كمل كده، السلبي جاي يقول لي انتبه من فضلك في حتة عايزة تتنظف. الاتنين مش ضدي، الاتنين في الصورة الكبيرة جايين يخدموا رحلة التزكية اللي احنا اصلا جايين فيها. فلما الاقي شيء انا عالق فيه وبصرف عليه طاقة او فلوس او وقت، هو اصلا مش بيخدمني، هو بيخدم مخاوفي، هو بيخدم اصل انا خايف لو سبت ده ما الاقيش زيه تاني وحاجات. اتس اوكي، خدوا كلامي في مساحات بسيطه، محدش يجري ياخد الداتا دي ويروح يسيب بيها شغله والناس تنفصل. يعني خدوها في مساحات بسيطه بس الاول، لغايه لما ابقى مرن انف مع هذه الطاقه، وابدا ابقى فاهم ان الشيء اللي انا عايزه هو موجود ومتاح، انا محتاج اجهز له، لكن هو مش بعيد عني. انا لما بجهز له عن طريق اني بضحي ببعض الاشياء وبعض الطاقات، اللي هو وعي اني بستغفر. يعني ايه حد بيستغفر؟ حد بيستغفر يعني بيسيب طاقات معينة اصبحت لا تخدمه، كانت عالقة فيه، فبيبدأ يحصل لي ارتقاء للحاجات التانية اللي موجودة طول الوقت. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. طب ما ده يعني مش موجود؟ هو موجود طول الوقت، بس ليه ما حصلتش عليه؟ لاني لسه عالق في طاقات وفي وعي مش بتخدمني، ومش عايز اضحي بيها، مش عايز اتنازل عنها. ماسك في عادات مش بتخدم التارجت بتاعي. يعني كتير من الناس مثلا يقول لك انا عايز ابقى جسمي شيب، اعمل شيب كويس، وعايز اوصل لماسلز معينه. اتس اوكي، بس انا مش، يعني ماسك في حاجات مش بتحقق ده. مش معنى كلامي يبقى لازم ده اسيبه 100% عشان اوصل لده 100%، مش كده برضو. بس ابقى فاهم ان ده، ايوه بس حضرتك الاكل ده بيمتعني صح، بيمتعني، أنا ما قلتلكش مش بيمتعك، بس انت هل هتاخد القرار انك تبدا تتنازل عن بعض الاشياء علشان تجهز لاشياء جديده، او هفضل عالق لغايه لما اتعلم هذا الدرس من الوجع ومن الايذاء ومن الالم، فقرر ان اسيبه. بس لو قررت ان اسيبه عشان بكرهه، هرجع له تاني. اللحظة اللي هقدر أضحي بالتدريج بحكمة بوعي بما يتناغم مع وعي ومرحلتي، هيبدأ يظهر لي اللي أنا عايزه، وبعد شوية هلاقيه إنه سهل. ومش هيبقى ده آخر المطاف، بعد شوية هلاقي حاجات تانية. كل لما نكون جاهزين لهذا الوعي وبتدرج وبحكمة نعمل ده، هنبدأ نفهم بعد فترة من التدريب إنها لعبة. بنسمع الكلمة دي كتير، بس هنبدأ نصدق إن الموضوع طلع بجد لعبة، وإحنا بنلعب جيم ظريفة. كل ما تسيب حاجة هتحصل على حاجة، كل ما تتعلم من حاجة وقتها خلص بتبدأ تسيبها لحد تاني يتعلم منها عشان تتعلم أنت في حاجة جديدة، وتبدأ رحلة التزكية تزداد من مدار لمدار.